مقطع فيديو لطفلة تبكي من شدة البرد بسبب تجمد أطرافها لانخفاض درجات الحرارة. وما أن انتشر مقطع الفيديو حتى لاقى صدى واسع وتعاطف كبير من الناس، وقيل أن الطفلة نازحة من أهالي الموصل. خلونا نتابع الفيديو بالأول لهذه الطفلة وكيف هي تعاني من البرد الشديد. الله يكون بعونها. ها؟ ايديك يوجعنك؟ ليش؟ الجو بارد؟ بردانة؟ ايوه، يعني بردانة هسه انت. ايوه. ايديك ولا رجليك؟ ايديك؟ ايوه. ما حد حاجاكه؟ لا. اجل تبكين من شنو؟ من البريد؟ يا ستي حسبي الله ونعم الوكيل. يا اخوي هسه ما حد حاشاشه، ادي دفيها للبنيه خطيه قاعده تصور بها، دفيها، الزم ايديها دفي لها اياه، غطيها. على العموم بعد التحري على الموضوع تبين ان الطفله هي طفله سوريه، تحديدا من ريف دير الزور، لكن المفاجاه انه العراق استجاب لحاله الطفله اكثر من السوريين نفسهم. منتسب عراقي غيور دفعته الغيره العراقيه لنجدة هذه الطفلة ومساعدتها دون علمه أنه طفلة عراقية سورية هندية باكستانية ما يعرف. المنتسب قاسم آل مطلق العيساوي بارك الله به قال أتبرع لها ببيت مساحته دونم ومزرعة وبيت جاهز. هل يعلم الأخوة في سوريا كيف أن هذا العراقي الغيور رفض أن تنزل دموع الطفلة وقال والله ما تنزل دمعتها للقاع؟ هاي شيمة العراقي أبو الغيرة. نتابع. اخوان السلام عليكم. هذا مقطع فيديو انتشر قبل صلاة المغرب. بنية تبكي من البرد. قرب شوي. ايديك وجعنك؟ ليش؟ الجو بارد؟ بردانة؟ لا حول الله ولا قوة. ايوه، يعني بردانة هسه انت. ايوه. ايديك ولا رجليك؟ شوف دموعها. ايديك؟ ايوه. ما حد حاجاته؟ لا. اجل تبكين من شنو؟ من البريد؟ يا ستي حسن. الله لا يوفق كل مسؤول ان شاء الله بالعراق. بجاء فاطمة الزهراء وهاي دمعتها ان شاء الله ما تطيح للقاع. انا قاسم المطلق العبساوي اتبرع لها ببيت مساحته دونم ومزرعة وبيت جاهز. اللي يدلينا على هاي البنية إلا الأجر والثواب، واللي يعرف بيا منطقة من يا عمام هذا البيت تريد تسكن بيه تريد تبيعه وتاخذ فلوسه، شاهد الله ورسوله. والسلام عليكم ورحمة الله.